مرحبا بكم في بريف سبور. حلقتنا اليوم برعاية تونيزيا سيرفي. تونيزيا سيرفي سبيسياليز دي زيتود ديجيتال، أي شركة تحب على استبيان رقمي تنجم تتصل بها. البداية باش تكون بالبطولة الوطنية. البارح تلعبت مقابلات الجولة 12 من المرحلة الأولى. بالنسبة للمجموعة الأولى الترجي الرياضي التونسي انتصر على النادي البنزرتي 4-0 في ديربي الساحل. أمل حمام سوسة فاز كذلك على هلال الشابة 2-0. النادي الصفاقسي انهزم على أرضية ميدانه أمام اتحاد تطاوين بهدف نظيف. هزيمة قررت على أثرها هيئة CSS إقالة المدرب الإيطالي ماوريسيو جاكوباتشي وتعيين أنيس بوجلبان كمدرب للفريق فيما تبقى من مقابلات البطولة. المقابلة الأخيرة في المجموعة الأولى جمعت بين الملعب التونسي والنجم الساحلي في مركب الهادي النيفر بباردو. الحكم مجدي بالحاج علي كان أعلن الصفرة النهائية في الدقيقة 74 بعد ما توقف اللقاء لعدة دقائق بعد إصابة الحكم المساعد الأول بشمروخ ألقته جماهير الملعب التونسي. عند إيقاف المقابلة النتيجة كانت 1-0 ليتوال، والهدف أحمل تبقيع المهاجم فيني بونغونغا في الدقيقة 19. هيئة الملعب التونسي احتجت على مردود الحكم مجدي بالحاج علي وطالبت بحكام أجانب في بقية مقابلاتها في البطولة الوطنية. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة باش يحسم اليوم في مصير المقابلة هذه، سواء بإقرار النتيجة الحاصلة فوق أرضية الميدان أو بإعادتها. الأحداث اللي شهدتها المباراة كان حكى عليها الناطق الرسمي باسم الملعب التونسي أنيس بن فلاح، وهو شنو قال. كل شيء يريد الحكم يعطيه الصحة ديالو المستوى. صدقني أنا مثلا فكرت أنت لازم ترجع الكوكيبو وراك بالخمس هذا المعروف اللي من غادي كيف زاد الفرقة عليها إشارة دولية عنده اللي أموره مريضة سنة زاد يرحم والديه والله يسأل الاربيتر مش الاربيتر واحد لا الاربيتر ما تحكيش معاه، هو يعرف شو يعمل، يعرف هو من اللي عينوه عارف روحه تعرف شو جاي يعني. لا هو قال شيء انا ما نعرفش، انا قال تنكرتها ما نعرفش شو اللي قالوا شو اللي ما قالش. تو شوفوا الفايده ما شفناش بالعكس ولا يمكن فما انحياز مع الملعب التونسي. معنا مناطق شو قد نتفرجوا عليه. نمروا لنتائج المجموعة الثانية. اتحاد بن قردين تعادل مع النادي الافريقي 1-1. احتجاجات كبيرة شهدتها المقابلة هذه ايضا من قبل النادي الافريقي اللي احتج على صحة ضربة الجزاء اللي عدل بها اتحاد بن قردين النتيجة في دقيقة 90+1 عن طريق اللاعب رفيق الكمرجي. مستقبل سليمان تعادل كذلك بنفس النتيجة امام نجم المتلوي. الاولمبي البيجي واصل التألق وفاز على مستقبل الرجيش في الرجيش بالذات بنتيجة 4-1. والتعادل السلبي حسم مباراة اولمبيك سيدي بوزيد والاتحاد المنستيري. هكا 5 فرق ضمنوا رسميا ترشحهم لمرحلة البلاي اوف اللي هما الترجي الرياضي، النجم الساحلي من المجموعة الأولى، والاتحاد المنستيري، اتحاد بن قردين والأولمبي البيجي من المجموعة الثانية. نهاية الأسبوع تحديدا نهار الأحد باش تتلعب مقابلات الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الأولى في البرنامج. بالنسبة للمجموعة الأولى ماضي ساعتين النادي البنزرتي يستضيف الملعب التونسي. ديربي الساحل باش يجمع بين هلال الشابة والنجم الساحلي. أمل حمام سوسة يستقبل النادي الصفاقسي، والترجي الرياضي التونسي يحل ضيف على اتحاد تطاوين. بالنسبة للمجموعة الثانية في نفس التوقيت النادي الافريقي يستضيف مستقبل الرجيش، نجم المتلوي الاولمبي البيجي، مستقبل سليمان يواجه اولمبيك سيدي بوزيد، والاتحاد المنستيري يستقبل اتحاد بن قردين. اللاعب التونسي عبد الرحمن الحنشي انتقل رسميا الى نادي اهلي طرابلس الليبي في شكل اعارة قادم من الاولمبي البيجي. الحنشي تألق مع فريق عاصمة السكر في المرحلة الاولى من البطولة الوطنية وقادوا للترشح الى مرحلة التتويج. نذكروا للملاعب هذا يشغل خطة مهاجم ويلعب كذلك في مركز الجناح، وسبق له اللعب مع النجم الرياضي الساحلي. في كاس العالم للانديه غدوه باش تلعب 2 مقابلات لحساب الدور الثاني في البرنامج. ماضي 3:30 الوداد المغربي باش يكون في مباراه قمه امام الهلال السعودي، و6 متاع العشيه الاهلي المصري باش يلعب ضد سياتل سان داونز من الولايات المتحده الامريكيه. اليوم الجمعه يتلعب لقاء تحديد المركز الثالث لكاس افريقيا للمحليين واللي باش يجمع بين مدغشقر والنيجر. المقابله هذه باش يحتضنها ملعب ميلود هاتفي بوهران بداية من الساعة 8 مساء بتوقيت تونس. هذا باش تدور غدوة السبت 8:30 المقابلة النهائية واللي باش تجمع بين المنتخب الجزائري صاحب الأرض والجمهور ونظيره السنغالي. نحكيو باسكيت. النادي الافريقي تأهل البارح لنصف نهائي بطولة دبي الدولية الودية بعد ما انتصر على النصر الليبي بفارق 10 نقاط كاملة 74-64. فريق باب جديد باش يتعرف اليوم على منافسه في المقابلة المقبلة واللي باش يكون الفائز من مباراة دينامو اللبناني وساليه المغربي. في كرة القدم
الأوروبية نجم البي اس جي كيليان مبابي باش يغيب عن الملاعب ل3 أسابيع بسبب تعرضه الإصابة في مباراة مونبولييه الأخيرة في الدوري الفرنسي، وبالتالي باش يغيب رسميا عن قمة ثمن نهائي تشامبيونز ليج اللي باش تجمع فريقه بايرن ميونخ الألماني. في أوروبا أبرز النتائج المسجلة البارح: اليوفي انتصر 1-0 على لاتسيو، هدف المقابلة الوحيد سجله بريمر في الدقيقة 44، وفي الليغا الإسبانية ريال مدريد فاز على فالنسيا بثنائية نظيفة. هدفي الميرينغي حملوا توقيع أسينسيو في الدقيقة 52 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 54. نمروا الأبرز مواجهات نهاية الأسبوع: اليوم الجمعة في البريمير ليج 9 متاع الليل تشيلسي يستضيف فولهام. في نفس المسابقة غدوة السبت ماضي ساعة ونص إيفرتون صاحب المركز قبل الأخير يستقبل أرسنال المتصدر. ونهار الأحد في البريمير ليج 5:30 توتنهام يلاقي مانشستر سيتي. في الكالتشو الإيطالي 9/4 ديربي إيطاليا بين الانتر والميلان. وفي الدوري الإسباني 9 متاع الليل مباراة القمة باش تجمع بين برشلونة وإشبيليا. كان معكم حمزة بن خليفة في بريف سبور. أكثر تفاصيل تلقاهم على سيتنا tunisianumerique.com. لايك وبارتاج باش توصل لكم أكثر أخبار. نتقابلوا في مواعيد لاحقة. باي باي الناس الكل.